السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بفضل ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر حلو اوي 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 يا حبايبي، جربوه وانت هتعرفوا. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفراخ المشوية دي بالفحم. جميلة جميلة وريحتها كانت قلبة الدنيا. جميلة اوي اوي اوي. الطريقة دي سهلة وبسيطة بس طالعة جميلة اوي اوي اوي. طعم وريحة وشكل. هتعجبكم، جربوها وجربوها مع بعض ان شاء الله وهتعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده فرخة وسط، نضفاها وغسلها حلو قوي بالليمون والخل وكل حاجة. ودي بقى الصوص اللي هدهنها بيها، عبارة عن ايه؟ عن صويا صوص غامق وفاتح. ودي صوص كده كانت اللي في السوبر ماركت ولقيته اول مرة اجيبه، هو بصراحة كده اول مرة اجيبه. قلت اما اجربه. هو عبارة عن ايه؟ الطماطمايه مع البصلة مع الفلفل في الخلاط، ونضربهم مع البهارات. نضربهم، هو عبارة عن كده. بس هما بقى في الحاجات التانية بيزودوا بقى نشا وحاجات من دي عشان تتماسك. هو عبارة عن كده يعني. اسفة عندي بارد، سوري صوتي متغير. وايه، وحطيت نص معلقة كركم، بهارات بسيطة عشان هعمل الوقت بصل بمرتة واحطه في جنب. لما هي تشرب من الصوص ده ادهنها حلو كده بقى من فوق ومن تحت بكل مكان فيها ادهنها حلو. وبعدين بقى هعمل البصل ومرتة، واحط عليه فلفل اسمر والبهارات اللي عندنا وبهارات فراخ والملح واحطه في جنب. لما هي تشرب من الصوص احط عليه البصل تحت الجلد بقى، وفي كل مكان فيها احط بصل وجزر وفلفل. بتدي طعم جميل جميل جميل. عملتها بالطريقه دي جميله قوي قوي. اولادي قالوا لي عايزين فراخ مشويه يا ماما النهارده، فالطريقه دي سهله وبتنجز بسرعه. قلت حاضر عينيا. عملتها بقى حطيتها في الفرن وعملت بقى على النار بقى ايه ده شكلها ما شاء الله. عملت طلعت من الفرن خلصت استوت، والصوص اللي تحت ده كان طعمه جميل قوي. حط على الرز دلوقتي هيبقى جميل جميل قوي قوي. حطيت فيها، ولعت فحماية على على البوتاجاز، وعملت لها طبق كده من الورق الفويل ده وحطيتها فيه. وعملت لوبيا كانت خطيرة. وعملت رز بشعرية. ودي الصوص اللي طالع من الفراخ اللي كان تحت، اللي طالع من نازل منها، كان طعمه جميل قوي قوي. عيشوا بقى يا ولاد، طعم رهيب. جربوها وهتعجبكم. كنت بقى حاطه مرتة بتاعة الفراخ على اللوبيا، كان مخليها طعمها جميل بردك أوي، كان فيها الجزر والبصل وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، واتمنى تجربوا الفراخ بالطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة، كان طعمهم جميل أوي 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 أوي. ما تنسوش الصلاة على النبي كتير كتير أوي. حلوة دي الفراخ اهيتي شكلها، والصوص اللي فيها نازل منها، طعمه كان حلو أوي أوي. متنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده البصل اهو اللي كان انا حطاه تحت الجلد، كان طعمه جميل قوي. مع السلامة.